السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وافضل حال يا رب. واهلا وسهلا بك يا بطل في الجزء الثاني من الدرس الثاني، وهو التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. خدنا الحصة اللي فاتت، لو انت ما اتفرجتش عليها روح شوفها الاول. خدنا الحصة اللي فاتت ان احنا كان عندنا كام رسمة بيانية كده وخدناهم، والمفروض ان انت حفظتهم وفهمتهم. تعالى يلا ندخل في الجزء الثاني من الدرس الثاني بتاعنا، واللي بيكلمني عن حاجة اسمها العجلة. ولا يخلو الامتحان من العجله دي. هتقولي العجله اللي احنا نركبها؟ اقول لك لا، ده حاجه تانية. تعالى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في الحصه بتاعتنا. قال لك دلوقتي لما انت بتيجي تركب العربيه بتاعتك هتقول لي يا مستر يوه انت كل مره تيجي تقول لي هركب العربيه ومش هركب العربيه ولا ايه؟ عمالين في نفس الموال ده. اقول لك بس تعالى ركز معايا. قال لك لما بتيجي مثلا تركب العربيه بتاعتك وبتمشي بحركه يعني اللي هو غير منتظمه او سرعه غير منتظمه، السرعه بتاعتك عماله تتغير، في تغيير في السرعه، فانت كده بتمشي بحاجه اسمها حركه معجله. حاجه اسمها حركه معجله. فطالما في تغيير في السرعه يبقى انت كده بتمشي بحاجه اسمها حركه معجله. يبقى لما باجي امشي بعربيتي وانا عمال اغير في السرعه 20 مثلا كيلومتر في الساعه، 40 كيلومتر في الساعه، مش عارف 120 كيلومتر في الساعه، ففي تغيير في السرعه، فهي تسمى بالحركه المعجله. تسمى بالحركه المعجله. يبقى الحركه اللي بتتغير فيها سرعه الجسم المتحرك بمرور الزمن دي اسمها حركه معجله. دي اسمها حركه معجله. فقال لك كده لما بتيجي تمشي وسرعتك بتتغير وفي تغيير في السرعه، ده يسمى بالحركه المعجله. ده يسمى بالحركه المعجله. فقال لك انت كده بتمشي بحاجه اسمها عجله. وكمعنى كلمه عجله يعني تغيير في السرعه. معنى كلمه عجله يعني تغيير في السرعه. قال لك ايه بقى تعريف العجله يا مستر؟ والتعريف احنا جايبينه من القانون. التعريف احنا جايبينه من القانون. قال لك هو مقدار التغير في السرعه خلال وحده الزمن. قال لك ليه؟ تعالى كده اما نكتب الناحيه دي. بيقول لك ان احنا عندنا العجله اللي هي تسمى ج، اختصارها ج. قال لك بتساوي دلتا عين. ايه دلتا عين دي يا مستر؟ على دلتا زين. قال لك ان احنا عندنا ج اللي هي العجله بتساوي دلتا عين على دلتا زين. معنى كلمه دلتا في الرياضه يا مستر معناها الفرق، معناها الطرح، ان انا بطرح السرعتين. بطرح السرعتين. ما انا بقول لك انا مثلا كنت ماشي بسرعه سريعه، بعد كده مشيت بسرعه بطيئه، فانت عندك سرعتين، هيكون عندك سرعتين في المساله زي ما هنشوف دلوقتي. فمعنى كلمه دلتا معناها الفرق بين السرعتين، معناها الفرق بين السرعتين. فقال لك ان العجله بتساوي مقدار الفرق او مقدار التغير في السرعه، مقدار التغير في السرعه على الفتره الزمنيه، على الزمن، على الزمن. فقال لك ده كده قانون العجله. فقانون العجله انا لو محتاج ان انا اطلع منه التعريف اقول لك هو مقدار التغير في سرعه الجسم خلال وحده الزمن. خلال وحده الزمن هو مقدار التغير في سرعه الجسم خلال وحده الزمن. فقال لك ده كده تعريف العجله وقانون العجله. مستر ايه قانون العجله تاني عشان انا برضو ما عرفتوش؟ العجله هي الجيم. الجيم اختصارها يعني بتساوي دلتا عين على دلتا زين. دلتا عين على دلتا زين. فاكر لما جينا اتكلمنا عن حاجه اسمها السرعه؟ ماشي، جينا اتكلمنا عن حاجه اسمها السرعه وقلت لك ان انت عندك السرعه اللي هي عين بتساوي ف على زين، صح ولا لا؟ قلت لك ان عين بتساوي ف على زين. قلت لك ايه كمان؟ ان تعريف السرعه هي المعدل الزمني للتغير في المسافه. هي المعدل الزمني للتغير في المسافه، صح ولا لا؟ ركز في الكلمه الاخيره ايه؟ في المسافه. بقول لك ببص انا ممكن احط تعريف للعجله واقول لك هي المعدل الزمني بس للتغير في السرعه، بس للتغير في السرعه. فبالله عليك ركز في الحته دي، في اكتب المصطلح العلمي. يقول لك المعدل الزمني للتغير في المسافه، تقول لي ساعتها السرعه. ما انا عندي مسافه وزمن يبقى سرعه، مسافه وزمن اختار سرعه، مسافه وزمن اختار سرعه. طب لو قال لك سرعه وزمن، سرعه وزمن اختار عجله، سرعه وزمن اختار عجله، سرعه وزمن اختار عجله. فركز في الحته دي، انا حبيت ان انا اجيبها لك عشان الاثنين شكل بعض، الاثنين شكل بعض. طب ماشي، تعالى كده اما نكمل. قلنا ان عندنا الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين. انا قلت لك ان في المساله بتاعتك هيكون عندك كام سرعه؟ سرعتين. فقال لك احنا عندنا دلتا عين دي بتساوي ايه؟ دلتا عين بتساوي عين 2 ناقص عين 1. عين 2 ناقص عين 1 يعني السرعه النهائيه اللي انا كنت ماشي بيها في الاخر ناقص السرعه الابتدائيه اللي انا كنت ماشي بيها من شويه. ركز معايا، عين
عين 2 دي السرعه النهائيه اللي انا خلاص وصلت بيها. طب عين 1 اللي انا كنت ماشي بيها اصلا في البدايه خالص. فمعنى كلمه دلتا عين هي عين 2 ناقص عين 1، عين 2 ناقص عين 1. فبص كده الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين. دلتا عين اللي هي عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين، عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. وعملت لك المثلث بتاع العجله ان احنا عندنا الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين. لو انا حابب اجيب اي سرعه من السرعتين اخبي دلتا عين يبقى جيم في دلتا زين. تعالى كده اما نكمل. وحده قياس العجله يا مستر، ركز كده معايا، وحده قياس العجله. تعالى كده اما نكتب اللي احنا كنا عاملينه. قال لك دلوقتي احنا عندنا العجله هي ايه؟ قال لك مش هي دلتا عين على دلتا زين، صح ولا لا؟ يعني هي السرعه على الزمن، السرعه على الزمن. تعالى اما نعمل شرطه الكسر. احنا عندنا كان وحده قياس السرعه متر على الثانيه، متر على الثانيه. ادي المتر على يعني تحت على الثانيه، ماشي. وحده قياس الزمن الثانيه برضو يا مستر، الثانيه برضو يا مستر. ثانيه في ثانيه بثانيه تربيع، ثانيه في ثانيه بثانيه تربيع. فقال لك وحده قياس العجله الوحده الاولى هي متر على الثانيه تربيع، متر على الثانيه تربيع. من المتر على الثانيه بس، متر على الثانيه بس دي السرعه، ركز معايا، فرق ما بين السرعه والعجله. طب متر على الثانيه تربيع دي العجله. شايف السؤال ده؟ السؤال ده يعتبر اساسي في امتحان نص السنه، وجي يعتبر كل السنين اللي فاتت. وحده قياس العجله متر على الثانيه تربيع، بينما وحده قياس السرعه متر على الثانيه واسكت، متر على الثانيه واسكت. وشايف التربيع ده انت لو ما حطيتوش تنقص على طول عليه، ماشي. او يا مستر ايه، مش انا ممكن ان انا احسب اسمه ده السرعه كيلومتر على الساعه، كيلومتر على الساعه والزمن بالساعه، يبقى ايه في الاخر كيلو متر على الساعه تربيع، كيلومتر على الساعه تربيع. ده كده وحدات قياس العجله متر على الثانيه تربيع او كيلومتر على الساعه تربيع. وعرفتك التربيع جه منين. في حاجه صعبه لحد هنا؟ تاني كده بسرعه. احنا عندنا حركه معجله يعني تغير في السرعه، حركه معجله يعني تغير في السرعه. العجله هي مقدار التغير في السرعه على الفتره الزمنيه، يعني الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين. العجله بتساوي دلتا عين على دلتا زين، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. وحده قياس العجله متر على الثانيه تربيع او كيلو متر على الساعه تربيع. قال لك طب تعالى كده نشوف كم ملحوظه تحت دي هتساعدني في حل المسائل، فركز معايا في الملحوظات دي. تعالى كده مسحت لك السبوره عشان نكتب تاني. بص، لما يجي يقول لك دلوقتي هو الجسم لما يتحرك بسرعه منتظمه اي سرعه ثابته عجلته بكام؟ ودي انا جيت في مراجعه ليله الامتحان في السنتر السنه اللي فاتت قلت لهم السؤال ده باذن الله جاي في الامتحان، وبالفعل لقوه بالفعل تاني يوم في الامتحان. فركز في السؤال ده. قال لك دلوقتي لما اتحرك بسرعه منتظمه يعني سرعه ثابته، هو معنى كلمة عجلة معناها تغير في السرعة، معناها ان السرعة متغيرة. فيا ترى ليه في عجلة للسرعة المنتظمة؟ طبعا لا، طبعا لا. ساعتها العجلة المنتظمة بصفر، ساعتها العجلة هتكون بصفر، مش العجلة المنتظمة. ساعتها عجلة السرعة المنتظمة هتكون بصفر، عجلة السرعة المنتظمة تكون بصفر، دايما عجلة السرعة المنتظمة تكون بصفر. يبقى عندما يتحرك، يجي لك السؤال كده اكمل، عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة العجلة تساوي صفر. متى يحدث ان تكون العجلة بصفر؟ عندما يتحرك الجسم بسرعه منتظمه. السؤال جه بطريقتين. قال لك طب تاني ملحوظه عندنا، لو الجسم بدا حركته من نقطه السكون، يعني ايه من غير ما نكتب؟ قال لك دلوقتي لو انا واقف كده ماشي كده، السرعه الابتدائيه بتاعت عين واحد بكام؟ انا كده واقف في نقطه السكون، صح؟ سكون يعني السرعه بصفر، سكون يعني السرعه بصفر. فساعتها تقول لي عين واحد بصفر، ساعتها تقول لي عين واحد بصفر، ماشي. بقول لك ان الجسم بدا حركته خلاص وجي بعد كده وقف خالص، يعني السرعه النهائيه بتاعته بكام؟ وقف، صح؟ يعني برضه في حاله سكون، يعني كده السرعه النهائيه بتاعته بصفر. يبقى لو بدا الجسم من نقطه السكون، بدا من نقطه السكون دي سرعه ابتدائيه فعين واحد بصفر. طب توقف عن الحركه، توقف الجسم عن الحركه، خلاص وقف، دي اخر حاجه، يعني عين 2 بصفر، يعني عين 2 بصفر. تعال اما نشوف هنتعامل ازاي في المسائل دي. والمسائل هي يعتبر الاساس في الوحده دي. لو انت ملاحظ انا كل حصه يعتبر جزء الشرح بيبقى الجزء الاول بس، والجزئين اللي بعد كده بيبقوا حل مسائل. فاكيد المسائل مهمه، فركز معايا عشان الناس برضو اللي بتقول انا ما بعرفش احل المسائل. حل المسائل سهل جدا، بس لو انت مشيت معايا خطوه خطوه بنفس الطريقه اللي انا بحل بيها ان شاء الله هتعرف تحل. بيقول لي دلوقتي سياره تتحرك في خط مستقيم تتغير بسرعتها
بص بقى ركز معايا، تتغير سرعتها من كام لكام؟ من 6 متر على الثانيه الى 12 متر على الثانيه. اجري اطلع المعطيات بتاعتي، انا كده عندي عين واحد بكام وكده عندي عين اتنين بكام، لازم اطلعهم الاثنين. عين واحد بيقول لك تتغير سرعتها من يعني دي الابتدائيه 6 متر على الثانيه، 6 متر على الثانيه، الى يعني دي النهائيه، الى يعني دي النهائيه بكام؟ ب 12 متر على الثانيه، 12 متر على الثانيه خلال 3 ثواني. ده الزمن ده الدلتا زين بثلاث ثواني، الدلتا زين بثلاث ثواني. قال لك احسب مقدار العجله اللي هي الجيم، الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين، عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. قول ورايا عادي. قال لك دلوقتي عندنا عين 2 بكام؟ ب 12، واوعى تبدل ما بينهم. 12 ناقص العين 1 بكام؟ ب 6، 12 ناقص 6 على الزين بكام؟ ب 3. بص ما تستخدمش دماغك خالص، انا بقول لك ما تستخدمهاش، امسك آلتك واحسب، امسك آلتك ايه واحسب. هتكتب كده بالظبط على الآلة، تعمل شرطة الكسر 12 ناقص ال 6 على ال 3، هتطلع لك في الاخر بكام؟ هتطلع لك في الاخر ب 2. يا ترى احط الاثنين واسكت وامشي؟ لازم وحدة القياس، لازم وحدة القياس. اول ما تسيبها كده اضرب نفسك، لازم وحدة القياس. هنا يا ترى وحدة القياس هتكون ايه؟ مش السرعة متر على الثانية، فاحط متر على الثانية واسكت، متر على الثانية تربيع، متر على الثانية تربيع. تعالى لما نشوف المسألة اللي بعديها، بيقول لي تحركت سيارة، بص تحركت سيارة من السكون، اجري على طول، يبقى عين الابتدائية عين 1 بصفر، عين الابتدائية عين 1 بصفر. مش هو بدأ حركته، السيارة بدأت حركتها من السكون، تحركت سيارة من السكون فعين 1 بصفر، حتى وصلت سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة. يعني عين 2 بكام؟ ب 90 كيلومتر في الساعة، حط تحتها خط كده، 90 كيلومتر في الساعة. حل بنفس الطريقة خلال 10 ثواني، خلال 10 ثواني. دلتا عين دلتا زين بكام؟ 10 ثواني. ماشي، احسب مقدار العجله، احسب العجله. انا عندي الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، دلتا عين كتبنا دلتا زين الاول، لا دلتا عين على دلتا زين، دلتا عين على دلتا زين. دلتا عين يعني ايه؟ يعني عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين، عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. عين 2 بكام؟ ب 90 ناقص عين 1 بكام؟ عين 1 بكام معايا اهي؟ بصفر، وعين 1 بصفر. الدلتا زين بكام؟ الدلتا زين ب 10. 90 ناقص صفر على ال 10 من المفروض هتطلع ب 9، نحط كده 90 ناقص الصفر على ال 10 في الاخر هتطلع لك بكام؟ ب 9. احطها كده واسكت؟ لا، لازم احط وحدة قياس العجلة، بس هنا احطها بايه؟ كيلومتر على الساعة. اسكت؟ لا، كيلومتر على الساعة تربيع، كيلومتر على الساعة تربيع. يا ترى مسائل العجلة صعبة؟ الناس اللي بتقول لك المسائل صعبة سواء بتاعة السرعة او بتاعة العجلة انت مش عارف تتعامل معاها، اما هي مش صعبة، تعامل معاها واحدة واحدة. بعد كده السؤال الثالث بيقول لي جسم يتحرك بسرعه ابتدائيه مقدارها 4 متر على الثانيه. السرعه الابتدائيه اللي هي عين 1 صح؟ عين 1 ب4، عين 1 ب4 متر على الثانيه. طب تعالى ما نكمل، احسب الفتره الزمنيه. بص بيقول لك احسب الفتره الزمنيه، يبقى هو طالب مين؟ انت بتسهل المساله على نفسك اكنك شغال رياضه. طالب مين؟ طالب الايه؟ الدلتا زين. يبقى حط قدامها علامه استفهام انا ما اعرفهاش. التي تصبح بعدها السرعه، يعني السرعه النهائيه. بص 9 امثال سرعته الابتدائيه. ركز بقى، ده المساله دي مزاج، المساله دي مزاج، ركز فيها. بيقول لك احسب الفتره الزمنيه التي تصبح بعدها سرعه الجسم النهائيه 9 امثال سرعته الابتدائيه. يعني بيقول لك ان عين 2 بتساوي 9 امثال عين 1، 9 امثال عين 1. طب تعالى كده اما نشوف هتطلع بكام. 9 في عين 1، 9 في 4، 9 في 4. حط على آلتك بسرعه اهي، 9 في 4 هتطلع لك بكام؟ هتطلع لك ب 36، هتطلع لك ب 36. ماشي، مش دي سرعه؟ السرعه عندي بكام؟ متر على الثانيه، 36 متر على الثانيه. فانا كده طلعت عين 2، كده طلعت عين 2. ركز معايا، بص انت لو ملاحظ هو جاب لك عين 2 بطريقه لفه خالص، ده بيقول لك هي 9 امثال سرعتها الابتدائيه. ماشي يا باشا، ما يهمنيش، احط 9 عين 1، عين 1 بكام؟ ب4، 9 في 4 في 36. تعالى ركز معايا، قال لك هتصبح 9 امثال سرعتها الابتدائيه علما بانه يتحرك بعجله. مديني بقى الجيم بيتحرك بعجله كام؟ الجيم بتساوي كام؟ 10 متر على الثانيه تربيع، 10 متر على الثانيه تربيع. احسب مين؟ احسب الدلتا زين، احسب الدلتا زين. احط الدلتا زين كده واشوفها هتساوي كام. انا عندي في المثلث بتاعي دلتا زين هي دلتا عين على الجيم، دلتا عين على الجيم. والله يا مستر احط دلتا عين على الجيم. ماشي، دلتا عين هي عين 2 ناقص عين 1 اهي،
عين 2 ناقص عين 1 على مين؟ على الجيم، على الجيم. تعال اما نحط تاني، قال لك عين 2 بكام؟ ب 36. عين 2 بكام؟ ب 36 ناقص عين 1 بكام؟ عين 1 بكام؟ ب 4. عين 1 ب 4 على الجيم اللي هي بكام؟ ب 10. وحط الكلام ده على آلتك يا باشا. بص انا عارف ان انت مساله زي دي انت اول ما تشوفها هتحس ان انت مخضوض، وعلى فكره دي مسائل امتحانات من اللي هي التقيله، فركز معايا فيها، ركز معايا فيها. المساله دي سهله بس هي شكلها يخض. تعالى كده لما نحسب، بس بص لما تمشي معاها واحده واحده هتلاقي الدنيا بسيطه. 36 ناقص ال4 على ال10، 36 ناقص ال4 على ال10 تطلع لك في الاخر ب 3.2 تطلع لك في الاخر بكام؟ 3.2. دي دلتا زين صح؟ دي اللي هو الزمن، يعني الزمن في الاخر بالثواني، عشان الزمن عندي في المساله كله بالثواني. في حاجه صعبه؟ لا. تعالى كده اما نشوف المساله اللي بعديها. قال لك دلوقتي احنا عندنا، تعالى بس دي مش نقطه، دي اللي هي علامه عشريه. قال لك بعد كده عندنا في خلال 2.5 ثانيه، ده مديك الزمن على طول، مديك الزمن على طول ب 2.5. لازم احط على طول اللي انا اللي انا بشوفه. 2.5. ازدادت سرعه سياره من 15 من يعني عين 1 من يعني عين 1 ب 15 متر على الثانيه، الى يعني عين 2 الى يعني عين 2 ب 35 متر على الثانيه، ب 35 متر على الثانيه. بينما تحركت، ده ثواني في خلال 2.5 ثانيه ازدادت سرعه سياره. انا كده بتكلم على عربيه، يعني دي مساله ماشي. بينما تحركت دراجه من السكون، كده بيتكلم عن مساله ثانيه، كده بيتكلم عن دراجه، كده بيتكلم عن دراجه، وفوق كان بيتكلم عن عربيه. بينما تحركت دراجه من السكون، يعني طالما اتحرك من السكون يبقى سرعته الابتدائيه بصفر. اوعى تنسى الملحوظات دي، سرعته الابتدائيه بصفر. ووصلت سرعتها، انا مديك الملحوظات عشان تعرف تحل اي مساله. وصلت سرعتها الى 5 متر على الثانيه، 5 متر على الثانيه. عين 2 ب 5 متر على الثانيه. ماشي. قال لك ايهما تتحرك بسرعه اكبر ولماذا؟ ايهما تتحرك بسرعه اكبر ولماذا؟ ولاحظ في نفس ال 2.5 ثانيه الدراجه اتحركت، يعني برضو الزمن واحد، ماشي. تعالى كده اما نحل واحده واحده. تعالى اما نجيب الجيم بتاعت دي، وتعالى اما نجيب الجيم بتاعت دي. تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك هنا احنا عندنا الجيم. تعالى كده اما نحسب الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. تعالى عين 2 هنا بكام؟ ب 35. 35 ناقص عين 1 بكام؟ ب 15 على الدلتا زين بكام؟ ب 2.5. حط الكلام ده كله على الاله. 35، استنى بس نعمل شرطه الكسر. 35 ناقص ال 15 على ال 2.5 على ال 2.5 تطلع فيها كام؟ تطلع فيها 8. مش دي جيم؟ يبقى متر على الثانيه تربيع، متر على الثانيه تربيع. تعالى كده اما نطلع الثانيه، احنا عايزين نجيب الجيم بتاعت هنا. الجيم بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. ماشي. عين 2 بكام؟ ب5. عين 1 بكام؟ بصفر. عين 1 بكام؟ بصفر. دلتا زين بكام؟ دلتا زين ب2.5. دلتا زين ب2.5. تعالى كده اما نحط الكلام ده على الآلة. قال لك 5 ناقص الصفر على ال2.5 هتطلع لك في الاخر بكام؟ ب2. هتطلع لك في الاخر بكام؟ ب2 متر على الثانيه تربيع. تعالى بقى، هو بيطالب ايه؟ بيقول لك ايهما تتحرك بسرعه اكبر، ايهما تتحرك بسرعه اكبر. طبعا السياره، لان معدل التغير في السرعه العجله بتاعتها اكبر. ولماذا؟ لان العجله بتاعتها طبعا اكبر، لان مقدار التغير في السرعه هنا بيساوي 8، بينما مقدار التغير في السرعه هنا بيساوي 2. كده الحمد لله اكون خلصت لك الجزء الثاني من الدرس الثاني، وهو جزء مهم جدا، والجزء اللي بيكلمني عن بدايه العجله. احنا لسه ما خلصناش العجله كامله، لسه هنتكلم عنها الحصه الجايه باذن الله. ركز كده معايا. تعالى اما نراجع لك السبوره بتاعتنا بتاعت النهارده، وهي سبوره الجزء الثاني من الدرس الثاني من الوحده الاولى، التمثيل البياني للحركه في خط مستقيم. احنا عندنا رقم 1 قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها حركه معجله. معنى كلمه حركه معجله ان انا بتحرك بس بغير في سرعتي، قال لك فطلع لنا مصطلح جديد اسمه مصطلح العجله، وهو مقدار التغير في السرعه او المعدل الزمني للتغير في السرعه. وقلت لك ركز في دي عشان بيجي يلخبطك فيها ما بينها وما بين السرعه. قال لك فاحنا عندنا قانون بيقول ايه؟ قال لك ان الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين. الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. ووحده قياس العجله اما متر على الثانيه تربيع، اما كيلومتر على الساعه تربيع. واوعى تنسى التربيع. عندما يتحرك الجسم بسرعه منتظمه مفيش تغير في السرعه، يبقى العجله بصفر، لان اصلا تعريف العجله هو مقدار التغير في السرعه. لما الجسم يبدا حركته من نقطه السكون يبقى عين الابتدائيه بصفر، عين 1 بصفر. طب لو
يتوقف الجسم عن الحركه يبقى عين النهائيه بصفر. دي اهم ملحوظات هتعرف تحل لك اي مساله باذن الله. بعد كده خدنا المساله الاولى وكانت سهله وتعويض مباشر. خدنا المساله الثانيه برده كانت سهله وتعويض مباشر، التركه اللي فيها ان السياره تحركت من السكون. المساله الثالثه دي وهي اهم مساله فيهم اهي معلم لك عليها عشان فيها تركه هنا حلوه، ان هو اداك ايه؟ ان قال لك ان عين النهائيه 9 امثال عين الابتدائيه، فتضرب 9 في عين الابتدائيه. الناس اللي بتفهم هتحلها على طول، بس الناس اللي بتتخض من شكل المساله تتخض من شكل مساله زي دي وحليناها خلاص. بعد كده هنا جاب لك حاجتين، جاب لك سياره وجاب لك دراجه وبتقارن ما بينهم بس، ما فيهاش حاجه هي كامل كده. اكون رجعت لك على سبورتك بتاعت حصه النهارده. انتظرنا ان شاء الله نخلص لك الدرس الثاني على خير باذن الله، ويلا نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.